عويشة في مسرحية الحراز أو التيكة كما يحلو لجمهورها مناداتها. الفنانة مليكة الخليدية التي لطالما ألهمت جمهور الستينيات تعاني منذ 3 سنوات من الشلل النصفي وتعيش على الذكريات. العام هذه دروك باش قطعت العلاج ترويض، وبالنسبة للدواء حبسه دروك. ظروف مادية لا، أنا راسي الترويض بنيتي يطلب مني مصروف كبير، ما طلع عندي باش ندير شيء. والعلاج والأدوية كذلك حتى هي حبسها. والأطباء شنو كيقولوا لك؟ تيقولوا ما يتقطع الترويض، هو العلاج ولا الدواء. خافوا مشي شي اخرى لا تجي تدي ليا هاد الجهه الاخرى. لا ملكه نهار تشلات مع الاسف حتى حد ما عطاها عنايه، سواء من الدوله، وزاره الثقافه، النقابه بنساء اللي كانت من المؤسسين ديالها. لا ما يجعلناش اننا كنسعاو، لا، لان عندنا كرامتنا وحتى هي عندها كرامتها، وهذا هو حل الفنان في المغرب. تنتمنى الله تعالى يكون شي حل. مليكة الخليدي أثرت الساحة الدرامية الكوميدية بمجموعة من الأعمال التي ظلت محفورة في الذاكرة كمسرحية الحراز وزواج بالحيلة وغيرها من الأعمال التي أبدعت فيها. شوف كلام الحب والعطف. مليكة في الحقيقة ممثلة، كنقول لها أنا ممثلة فطرية، تتكون معك، تتنسجم معك، كتبدا تمشي معك فاش زعما في الارتجال ملي كتمشي معك، زعما ما كتحبش، لو كتقول لك كذا زعما تتخلق الحوار، تتخلق الكوميك سور بلاص. من حرارة تصفيقات جمهورها انزلقت الفنانة الكبيرة مليكة الخليدي نحو صقيع المرض والفقر، فهل من أيادي بيضاء تنتشلها من هذا الواقع المرير؟